في البداية، ندهن قالب السيليكون بالشوكولاتة الملونة المذابة، ثم نضعه في الثلاجة لمدة 5 دقائق. في صينية متوسطة، نضع قالبين من شوكولاتة الحليب ونغمرهما بالماء الساخن حتى يذوبا تماماً. نرفع الشوكولاتة المذابة ونضيفها فوق الشوكولاتة التي دهن بها القالب، ثم نعيده للثلاجة 10 دقائق أخرى. في وعاء متوسط، نخلط 100 غرام من جوز الهند المحمص المبشور مع 250 غراما من كريمة الفستق. نضيف هذا الخليط داخل القالب، ثم نغطيه بطبقة أخرى من الشوكولاتة المذابة. نرش فستق مطحون حسب الرغبة على الوجه، وندخل الحلوى إلى الثلاجة لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك نخرج الشوكولاتة من القالب ونقطعها إلى قطع أصغر، والوصفة جاهزة، لذيذة وشكلها فاخر. والآن سأريكم كيف حضرت الشوكولاتة الملونة. نذيب 90 غراما من الشوكولاتة البيضاء في الميكروويف، ثم نقسمها إلى 3 أوعية صغيرة. نضيف 10 قطرات من ألوان الطعام السائلة بالألوان التي نريدها. نلتقي في الوصفة القادمة. إلى اللقاء.